السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. علماء الفيروسات ما بيحبوش يطلقوا على الفيروس حي أو ميت، لأن ده مش دقيق. تلاقيه مثلا بيقول لك اكتف فيروس أو ان اكتف فيروس أو اتنيويتد فيروس، اللي هي فيروس مدروس، أو ديسترويد فيروس، يعني فيروس تم تدميره. لكن حي أو ميت دي يا صديقي نقولها على البكتيريا، نقولها على البرازيل، لكن الفيروس ما ينفعش نقول عليه أوصاف قطعة كده، يعني هو حرفيا عايش ومش عايش. المعركة بين البشر والفيروسات قديمة جدا، من قبل ما نعرف حاجة عن الفيروسات أصلا، من قبل ما نشوفها، من قبل ما نعرف أصلا إن في حاجة اسمها فيروسات، ولكننا دايما بنحاول نقاوم. يمكن أشهر انتصار لنا عليهم هو قضاءنا على فيروس الفاريولاميجو. احنا انتصرنا عليهم يا دكتورة؟ ايوه يا صديقي، الف مبروك. ده صديق الفيروس اللي كان بيسبب الجدار، السمول بوكس. ولكن بفضل حملة التطعيمات بتاعة WHO سنة 1967 واللي استمرت لمدة 10 سنين قدرنا نقضي عليه. المهم يا صديقي، حكاية الجدري هي باختصار حكاية البشر مع الفيروسات. هي حكاية بتختصر في مراحلها الكتير، حكاية بين البشر والفيروسات. آلاف السنين من الملاحظة والتفكير والتجريب خلونا نفهم هذا الفيروس لحد ما عرفنا بفضل الله نبيده تماما. أول حالة مؤكدة للجدري تاريخيا بترجع للملك رمسيس الخامس اللي مات 1157 قبل الميلاد، ولكن لما فحصنا الموميا بتاعته لقينا آثار الندوب أو السكارز المشهورة بتاعت الجدري، لقيناها مغطية جلده. وهنا نقدر نقول إن أقدم نقطة معروفة للجدري كانت في مصر القديمة. الفيروس بعد كده انتشر عبر طرق التجارة، فضل يعني إيه بقى يترافل آسيا أوروبا وراح أفريقيا عشان ما حدش يقول إن الفيروس منحاز للغرب. وفي إيبولا جاية بعد كده هتنبسط. أكشوال يا صديقي، الفيروس راح الصين كمان. في كتابات بترجع للقرن الرابع الميلادي في الصين بتتكلم عن أعراض هي بتاعت الجدري. الجدري كان موجود في أماكن كتير جدا في العالم وفي حقب تاريخية مختلفة، وكان بيشكل وباء متكرر عدت بيه البشرية أكتر من مرة في أكتر من وقت وأكتر من حتة، كل مرة بيكون فتاك. فيما بعد في القرن العشرين اكتشفنا إن الجدري معدل وفياته 30% ومعدل العدوى وصل 60%. يعني فيروس الكورونا احنا كنا بنقفل العالم على 2-3%. على كل حال يا صديقي، زي ما دورنا على لقاحات للكورونا فمحاولات التحصين ضد الجدري كانت قديمة جدا. بدأت بحاجة اسمها انكيوليشن في الصين. دي طريقة بدائية للتحصين ضد الجدري، وكانت بتحصل بشكلين أساسيين. الشكل الأول كان إن هم كانوا بيجمعوا القشر اللي بيقع اللي هو البثور أو البليسترز اللي كانت بتطلع على جلد مريض الجدري. بناخد القشر ده نطحنه ونجيب الشخص اللي احنا عاوزين نحصنه ونخليه يسنفها يشمها يعني. الطريقة التانية بقى إن هم يفرغوا البليسترز دي من السوائل اللي فيها، ويقوموا جايبين السوائل ويدعكوها في جروح سطحية عند الشخص السليم اللي احنا عايزين نحصنه. طبعا يا صديقي الممارسات دي ممكن تخليك تسخر منها، ما انت طبعا يا صديقي في عصر فايزر وموديرنا واسترازينيكا، الفاكسين دي يطلع في سنة أو سنة ونص. لكن يا صديقي الممارسات دي بتاعت الصين القديمة كانت مبنية على ملاحظة سليمة نظريا على الأقل، وهي إن اللي يجيله عدوى الجدري ويخف منها ما يجيلوش جدري تاني بقية حياته. ولاحظنا كمان إن المرضى اللي بتجيلهم العدوى بشكل طبيعي، يعني عن طريق التعرض لإفرازات فم أو مناخير الشخص المريض، بيكون المرض عندهم أعنف. يعني لو خدوا العدوى بطرق التحصين اللي قلنا عليها من شوية إن هم يستنشقوها أو يدعكوها بالجروح، ففي الحالات دي المرض بيكون أقل. وهنا يا صديقي المريض بيكتسب مناعة ضد الجدري. طريقة التحصين دي انتشرت في أوروبا في أراضي الدولة العثمانية في أوائل القرن 16 وسموها الفاريوليشن، يعني تعريف الأشخاص الأصحاء فيروس الفاريولا اللي هو بيعمل الجدري يعني. ورغم إن الطريقة دي كانت مشهورة ويمكن تكون كانت افكتيف وفعالة درجة ما طبعا يعني، إلا إن معدل الوفيات نتيجتها كانت فعالة جدا، كان عالي جدا 2-3%. صديقي لو عايز ريفرنس لسه قايل لك عليه من شويه، ده الكورونا. تخيل بقى زمان كانوا بيحاولوا يعملوا طريقه بدائيه للتطعيم تقتل من 2-3% التطعيم، فما بالك من المرض. بس هما كانوا ناس غلابه يا صديقي، ودي كانت احسن الطرق المتاحه لاكتساب مناعه ضد الجدري، وفضلت مستمره لحد ثمانينات القرن ال16. بس بعدها اواخر القرن ال18 تحصل نطه جديده. الطبيب الانجليزي ادوارد جينر يسمع بنت بتشتغل في حليب البقر. البنت كانت تقول انا مش هيجيلي جدري ابدا، كانت بتقول ان جالي جدري البقر الكاو بوكس، واللي يجيله الكاو بوكس المفروض ما يجيلوش السمول بوكس. الدكتور ادوارد جينر سمع البنت وهي بتقول كده وشافها وهي بتوري صاحبتها ايديها متغطيه بالبليسترز او البثور بتاعت الكاو بوكس. ورغم انها كانت بتهبل الا ان عم جينر لما سمعها لقاها فكره عبقريه. ليه ما نعملش تحصين بالكاو بوكس بدل السمول بوكس؟ الكاو بوكس مرض بيسببه فيروس شبه جدا السمول بوكس، بس الكاو بوكس بيجي للبقر. بس الكاو بوكس او السمول بوكس الاثنين بينتموا لعائله فيروسات اسمها البوكس فيردي، ويا رب اكون قلتها صح، اللي هي الفيروسات الجدريه. المهم فيروس الجدري البقري ممكن يتنقل من البقر للإنسان، لكن النقلة دي بتقلل من شرسه، وبالتالي تصبح العدوى منه بسيطة لو أصابت البشر.
اقل كتير من ابن عمه الفاريول اللي بيعمل السمول بوكس، ولكن لان الاثنين ولاد عم فبنلاقي ان فيروس الكاو بوكس بيقدم للجهاز المناعي بتاع الانسان الذاكره اللي هو محتاجها علشان يطلع اجسام مضاده تدينا مناعه من الفيروسين مع بعض. طبعا اللي انا بقوله لك ده ما كانش معروف في القرن 18 فكره المناعه والاجسام المضاده والكلام ده، بس هي كانت فكره في دماغ عمرو جينر سنه 1796. خد السائل اللي موجود في البثور بتاع الكاو بوكس من سيده مصابه وقام محصن بيها ولد عنده 8 سنين، سمى العمليه دي بالفاريولا فاكسينيشن، واستنى عمرو جينر 6 اسابيع. تخيل يا صديقي بياخد طفل يجرب عليه بس عشان ما يظلمش الراجل يا صديقي. احنا في القرن ال 18 لسه كتير. المهم ان جينر عرض الولد للفاريولا ميجور بتاع السمول بوكس وعمل عمليه فاريوليشن تقليديه، كان عايز يديله مصدر العدوى ويشوف بقى هل هتظهر عليه اعراض الجدري ولا لا. ولكن يا صديقي والمفاجاه ان ما ظهرتش. صديقي مش عارف انت واخد بالك ولا لا، بس انا هنا بحكي لك عن اللحظه اللي اتولدت فيها فكره الفاكسينيشن اللي هو التطعيم بشكله الحديث. وبسبب هذه التجربه الناجحه جينر بيطلق عليه لحد النهارده ذا فازر اوف اميونولوجي، الاب الروحي لعلم المناعه. النهارده يمكن اتعرضنا لحاجه زي الكورونا وكنا يعني منهارين ومستائين، لكن احنا في حاجات تانية كانت قاتله من الفيروسات احنا ما كناش بنسمع عنها. السمول بوكس ده يا صديقي يقال ان هو كان بيقتل 80% من سكان بعض المدن في امريكا، 80% كده استيكا ومسح. المهم نجاح هذه التجربه سنه 1796 ل 1850 الاطباء استقبلوا فكره الفاكسينيشن بحماس وبداوا يطوروها، وظهر حاجه اسمها ارم فاكسينيشن اللي هو التلقيح من زراعه لزراعه. كنا بنجمع عينه الكاو بوكس من البقر اللي تكفي الفاكسينيشن بتاع فرد واحد، ولما يبدا يظهر عليه رد الفعل المناعي بتاع الكاو بوكس وتبدا تظهر البثور بناخد السائل اللي فيها ويبقى ده مصدر اللقاح لفرد تاني وهكذا. بس ده كان فيه مشكله ان الفرد الاولاني لو عنده اي نوع من البكتيريا زي الالتهاب الكبد الوبائي مثلا في السوائل بتاعته، البثور اللي احنا واخدينها منه هتنتقل البكتيريا للفرد الثاني، فانت كده بتديله جدر البقر عشان ياخد مناعه من الجدر بلس هيباتيتس بالهنا والشفا. علشان كده يا صديقي لما اكتشفنا البكتيريا بدانا نفهمها اكتر، قواعد اللعبه اتغيرت تماما، والاطباء بداوا يدوروا على حلول اكثر امانه ياخدوا بيها عدوى الكاو بوكس من غير ما ياخدوا البكتيريا الثانيه. كانوا مثلا بيعملوا مزارع الفيروس الكاو بوكس على جلود العجول بشرط ان العجول دي ما تكونش بتعاني من اي امراض ثانيه، فكده تبقى انضف يعني. وسنه 1896 عالم الميكروبيولوجي البريطاني سيدني كوبمان لاحظ ان سائل البثور العجل ده ممكن نخففه بالجليسرين، وبكده نقدر نحفظه لمده اطول ونقدر نوزع جرعه من اللقاح على نطاق اوسع. والجليسرين كمان بيستعمل كماده مطهره لو في بكتيريا جت من غير قصد المفروض الجليسرين يموتها. وبسبب الموديفيكيشن اللي هو عامله ده بدأت قدرتنا على تحضير جرعات من اللقاح بشكل أكبر ونخزنها عشان نقدر نعمل حملات تطعيم وآمنة أكتر. الحرب الدايره يا صديقي بيننا وبين الفيروسات منذ فجر التاريخ هي كمان حرب دايره بين كل فيروس وكل شكل من اشكال الحياه، لان كل كائن حي حتى البكتيريا قادر الفيروس ان هو يهاجمها، لدرجه اننا ممكن نعرف الحياه انها حاله هروب دايما من قبضه الفيروسات. والمضحك ان احنا زي ما قلنا من شويه اننا كبشر ما لقيناش حل لمعضله الفيروس غير جوه الفيروس نفسه وباستخدام الفيروس نفسه. احنا عارفين نكسب الفيروسات لحد ما النهارده ونحافظ على بقائنا من خلال التطعيمات، علشان خصومنا الفيروسيه اللي اتكلمنا عنها نفسها بشكل غير مباشر من خلال شفره تكوينها الوراثي اللي تقدر تقول لنا ايه اللي بتجاوب الفيروسات دي من العين وتورينا ازاي نكسبها وتدينا وقتنا وفرصنا. طول ما الشفره الوراثيه دي كانت بتتحول ببطء كل ما كانت فرصنا احسن، وكل ما كان الاحتمال الاكبر اننا ناخد نفس العدوى من نفس الفيروس مره واحده بس في العمر. بس على الناحيه الثانيه الفيروسات احيانا بتتحول، الاتش اي في مثلا اللي مش بيدينا وش ثابت ابدا كل شويه بتغير من الشفره بتاعتها تدينا معلومات وشكل مختلف فتخلينا مش قادرين نلحق نصمم ليها اي تطعيم، لدرجه ان اخر تطعيم صممته شركه جونسون اند جونسون للاتش اي في المسبب للايدز كان معدل كفاءته 25% بس. عارف ليه يا عزيزي المشاهد؟ لانه عقبال ما تصمم اللقاح في الفيروس اصلا اتحول، وده اللي خلى الطبيب وورنر جرين باحث عن علاج في الاتش اي في يقول نحن لا نتعامل مع فيروس بوجه واحد بل نتعامل مع فيروس له وجوه عديده. المريض الواحد قد يحتوي دمه على طفرات مختلفه من الاتش اي في وهو لا يلحظ ذلك. في النهايه يا صديقي الحمد لله قدرنا نقضي على الجدري وقدرنا ندي فيروسات فعاله اتجاه كورونا مثلا، ولكن ما زال حدود قدراتنا تقف عند سرعه هذا الكائن في تغيير وشه. كأن بيننا وبينه لعب بمراحل مختلفه هدفها انك تكسب الفيروس او تهرب منه وتلحق تعرف المعلومات اللي بيعلنها عن نفسه.
تفك شفرته وتلحق تضربه قبل ما يضربك. هذا الفيديو يا صديقي اهداء منا لكل بقره. بقره يا صديقي حلبت لبن وفيروسات. شكرا لك.